ازاي حولت باليتة الخشب القديمة دي للعبة كان نفسي اعملها من سنتين. بعد تحدي عاصم كمال بتاع ضرفة الشيش القديمة كنت منتظر تحدي جديد، واخيرا في مرة لقيت رسالة التحدي الجديد من عاصم وكان مكتوب الاتي. في الاول ما فهمتش، بس طلع ان كل واحد فينا محتاج يحول باليتة الخشب القديمة دي لحاجة مرتبطة بموضوع لعبة. طبعا طرت من الفرحة ومسكت ورقة وقلم احاول افكر، وبعدين فضلت اسكرول وسيرش هنا وهنا وهنا، وبعدين جات لي فكرة اني اخلص مشروع كان نفسي اعمله من سنتين. اول حاجة عملت التصميم ده على برنامج فيوجن 360، وبعدين جريت على الورشة وبدأت افك في الباليتة واقطع في الخشب. اول حاجة صبغت الاعواد الرفيعة دي بلون غامق، وهنا بناتي اصروا يقطعوا معايا بعض الزيادات في الخشب واللي لازم بيشتركوا معايا غصب عني في كل بروجكت، وبعدين جمعتهم ببعض وده هيبقى شكل الجسم الخارجي. ما انا نسيت اقول لكم ان البروجكت بتاعي هيبقى على شكل الباليتا برضو بس اصغر شويه. هنا بقى للمهم، قلت اضيف شويه مكونات الكترونيه تدي للبروجكت روح كده، وكمان هقدر اتحكم فيها بدراع البلاي ستيشن. وبعد شويه اضافات كده زي جسم السولينويد ده اللي عملته من حلل المطبخ بتاع بناتي، وكمان الحواجز دي واللي هيبقى فيها فتحات اقدر احسب عليها السكور بتاع كل حد، وبعدين قفلت الجسم في بعضه، وكده اكون اخيرا خلصت التحدي. دي بقى لعبة كراش باش زي اللي كنا بنلعبها على البلاي ستيشن زمان جدا. عايزك تقولي ايه الاضافات اللي ممكن نزودها في اللعبة تحسن كده منها، وطبعا ما تنساش اللايك والفولو لو عجبك المحتوى، وتكتب لي رأيك في كومنت.